السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، تطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله معانا تطبيق جديد واسمه مامي بيبي كار نورسري. التطبيق ده مساحته 50 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده هو عبارة عن لعبة الأم الحامل. بتقدر من خلال التطبيق ده هيكون كويس، أو اللعبة دي هتكون كويسة جدا مع الأطفال وبالذات البنات. من خلال التطبيق ده بتقدر إن أنت ت... بعد ما تحملي اللعبة أو التطبيق، بتكون في عبارة عن أم حامل. بتقدر إن أنت تتابعي الحمل، أو أنت أو أنتي سواء اللي بيلعب مذكر أو مؤنث. بتتابعوا الأم الحامل اللي بتكون موجودة في التطبيق، بتودوها للدكتور، بتشوفوا الكشف بتاعها هيبقى امتى، بتقيسوا الضغط بتاعها والنبض والسونار، وتشوفوا البيبي وتسمعوا صوته بالموجات اللي هي فوق صوتية والحاجات دي كلها من خلال التطبيق أو من خلال اللعبة أثناء الحمل، لحد ما بيجي يوم الولادة وبيتولد الطفل. وبعد كده بقى بتبدأوا تهتموا بالطفل، بتبدأوا ان انتوا تحموه، تغيروا له، تأكلوه، الأم تهتم بيه، الأم تخليه ياخد دش، الأم تعمل له شعره، سواء لو هو بنت بيبي بقى بنت أو ولد. لو بنت مثلا بتهتم بيها، تحط لها توك في شعرها، بتلعبوها، تجيبوا لها الالعاب، بتحافظوا عليها، بتحاولوا ان انتوا تخلوها يعني بتكبر بقى معاك واحده واحده، لحد ما تبدا تزحف على الارض، تبدا تحبي، تبدا تمشي. آه، تهتموا بالاكل بتاعها، مواعيد الاكل، مواعيد الرضاعه، مواعيد الشرب، مواعيد لو تعبانه مثلا، عندها مغص، عندها برد، عندها اي حاجه بتدوها لعلاج. كل الحاجات دي بتكون في اللعبة. هي لعبة طبعا ممتعة ولعبة مميزة ولعبة جميلة جدا بالذات للأطفال البنات، لأن الطفل البنت أو الطفلة البنت بتكون فيها غريزة الأم من أول ما بتتولد، بتبقى عايزة تكون مسؤولة عن حد أو مهتمة بحد. فلو حتى يعني الناس تلاحظ مثلا ان لو اللي عنده بنت من وهي صغيرة بتبدأ تبقى معاها مثلا دبدوب او معاها عروسة، تهتم بيها، تسرح لها شعرها، تعملها كأنها ام. لان غريزة الام دي بتكون موجودة في الاطفال البنات من اول ما بيتولدوا يعتبر. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للعبة او للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق لا يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو شرح التطبيق معين يا ريت تكتب لي في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق فاتحدث من التعديلات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.